امبارح كنت بقرا كده على السوشيال ميديا الحقيقه، فلقيت حد كاتب القيمه التسويقيه للمباراه قلت. بصراحه انا يعني طبعا المباراه ما بين اهلي وزمالك غير ما بين الاهلي واي حد تاني، طبعا دي الواحد لازم يقرها، ولكن قيمه التسويقيه ايه اللي قلت؟ الجرار موجود، الجرار موجود. النادي الاهلي لو تفتكروا في اول السنه كده من خلال البيت الكبير قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لكم يا جماعه النادي الاهلي هو الجرار اللي بيجر، يعني حاجه معروفه، مصر كلها والعالم العربي كله عارف ان النادي الاهلي هو جرار التسويق في كل حاجه، في كره القدم المصريه على الاقل، وفي الافريقيه كمان، وفي العربيه كمان. شوفوا الاهتمام بيبقى عامل ازاي في كاس العالم بالانديه في وجود النادي الاهلي طيب اوعوا تسمعوا للكلام اللي بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، خدوا بالكم الحمله اللي معموله والكلام اللي حضراتكم شايفينه ده معمول من كلهم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، باستثناء طبعا ناس منتميه للنادي الاهلي، كل واحد فيهم ليه رايه، ما عنديش مشكله ان انت تقول رايك، ولكن اذا كنت بتقول رايك لازم تكون قاري روايح صح وبتتكلم عن روايح. انا لما اتكلمت والله لم اتكلم الا بكلمه الحق فقط،